للمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا حول الرد الجزائري بخصوص تغير موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، تصريحات وزير الخارجية بالخصوص، وكيف تم التفاعل مع هذه التطورات في الداخل الفرنسي. معنا في الاستوديو الناشط السياسي والقيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي. أهلا بك وشكرا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك. كما يلتحق بنا عبر الهاتف مراسل القناة الوطنية من باريس محمد الزاوي. أهلا بك محمد، وأبدأ معك من آخر التطورات في الداخل الفرنسي وردود الفعل الرسمية بخصوص تغير موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، وما هي النوايا المستقبلية في هذا الشأن إن كنت رصدت ذلك؟ فرنسا الرسمية سواء الإليزي الرئاسة أو الكيدورسي التعليق على قرار الجزائر بسحب السفير الجزائري. وقالت مجلة لو بوان الفرنسية فيما يتعلق بالإعلان الفرنسي الرسمي بأنه كان متوقعا منذ عدة أيام، بالرغم بأنهم لم يكونوا يعرفون الصيغة التي سيلجأ لها قصر الإليزي لتمرير موقفه الداعم للمغرب. وقد بدأت ردود الفعل تبرز على الساحة الفرنسية. هذا اليوم أصدر حزب الخضر في فرنسا بيانا واصفا فيه رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب بمناسبة مرور 25 عاما على توليه العرش بقرار انفصالي وخارج إطار القانون الدولي الذي ينص على أن الأمم المتحدة هي التي بوسعها تنظيم استفتاء لتنظيم تقرير المصير، قائلا حزب الخضر بأن خطة الحكم الذاتي التي تبناها الرئيس ماكرون تتجاهل التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي وتتجاهل الحل السياسي العادل والدائم والمقبول من الطرفين، مثلما عارض المدافعون عن البيئة في فرنسا الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد والزراعة لعام 21 والتي ألغتها المحاكم الأوروبية لأنه لا توجد عليها موافقة من الشعب الصحراوي. هو الآخر الحزب الشيوعي الفرنسي أصدر بيانا أدان فيه موقف الرئيس الفرنسي قائلا بأن ما جاء في رسالة ماكرون خطأ تاريخي، واصفين قرار الرئيس الفرنسي بقرار انفرادي وشخصي لا توجد وراءه حكومة أو أغلبية برلمانية، وأنه سيقضي على أمال الشعب الصحراوي في نضاله من أجل استقلاله، بل ويقوي الحكومة المغربية في حربها الاستعمارية. وطالب الشيوعيون الفرنسيون الرئيس الفرنسي باحترام القانون الدولي، وقال البيان بأن الصحراء الغربية هي منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي ولا يمكن وضعها تحت السيادة المغربية. وقال الشيوعيون الفرنسيون بأن هذه المنطقة الصحراوية تتمتع بوضع منفصل ومتميز عن الأراضي المغربية، وأن هذا الموضوع يندرج ضمن وضع حق تقرير المصير والاستقلال، مشيرا بيان الحزب الشيوعي في الأخير الحزب الشيوعي الفرنسي إلى لوائح وقرارات الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ديسمبر 2016 ويوليو نوفمبر 2018 وسبتمبر 1921. في هذا الوقت أيضا قال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن الصحراء الغربية ما زال دون تغيير، مؤكدا مجددا دعمه للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين. لكن متحدث محمد، يعني هذه ردود الفعل التي كنت أشرت إليها وذكرتها بالتفصيل، هل برأيك يعني ستشكل ربما ضغط اليوم بالنسبة للدولة الفرنسية؟ أكيد. هو حاليا فرنسا في أزمة سياسية كبيرة، لا توجد حكومة، هناك حكومة مؤقتة نقول أنها تسير في أعمال لأن هناك الألعاب الأولمبية، وهناك أزمة سياسية كبيرة. ماكرون يقول يعني الملاحظين أنه يجب أن يحل المشاكل الداخلية وأن يعين رئيس حكومة جديدة من الائتلاف اليساري. هذا هو الآن الموضوع. نعم، أشكرك مراسل القناة الوطنية من باريس محمد الزاوي. أكيد سنتابع معك تطورات هذه القضية.
على مدار ساعتنا الإخبارية. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن السعيدي. اليوم يتزايد الحديث عن ما بعد خطوة الجزائر بسحب سفيرها من فرنسا وتقليص تمثيلها الدبلوماسي، ربما كذلك ما هي الأمور التي تأتي بعد هذه الخطوة وتداعيات ذلك وتأثيره على مصالح فرنسا في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اعتادت العلاقة الجزائرية الفرنسية منذ أكثر من 3 عقود تقريبا، ما نتكلمش على ما بعد الاستقلال والصعوبات والتحرشات التي كانت من طرف المستعمر السابق أمام السيادة الجزائرية والدولة الجزائرية الناشئة. فكانت هناك كثير من فترات صعبة مرت بها الدولة الجزائرية في علاقتها مع الدولة الفرنسية من جهة، لكن في العقود ال3 الأخيرة تميزت العلاقة بعملية التذبذب والجليد والتوتر ونوع من الحدة، وخاصة فيما يتعلق بالذاكرة وما يتعلق ببعض القضايا العالقة وبقضايا الماضي الاستعماري لفرنسا الذي لا تريد أن تعترف به ولا تقر به، وتنطلق منه في بناء أحكامها وبناء بعض العلاقات مع الجزائر. وهذا ما ترفضه الجزائر على أساس الجزائر دولة ذات سيادة مستقلة وبالند تقف أمام فرنسا. إذا كانت هناك مصالح فلتكن مصالح مشتركة أو مصالح متبادلة في سياق قالت الجزائر ربح يعني يربح الشعب الدولة الفرنسية كما تربح الدولة، احترام يعني احترام متبادل. هذا هو الذي حدث في الفترة الأخيرة، أن كلما أبدت فرنسا ومدت تريد تعميق العلاقة وتطوير العلاقة مع الجزائر واستثمار هذه العلاقة فيما يخدم الدولتين والشعبين، تجد الترحيب من الجزائر. الجزائر دائما ترحب، وقد استمعنا إلى رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة كيف تكلم على استعداد الجزائر وكيف يتصور العلاقات، وكانت رسائل متبادلة ومكالمات بين الرئيس والرئيس الفرنسي. لكن في دائما كلما اقتربت لتنفيذ الاتفاقيات وتنفيذ العقود أو تحسين العلاقة إلى أن تدخل توترات تفسد. وهذه النقطة ربما سيد عبد الرحمن بن السعيدي يعني هي التي يلاحظها اليوم مراقبون، أنه فترة حكم ماكرون هي من بين ربما الفترات التي شهدت توتر يعني بين الجزائر وفرنسا، وهذا ما يطرح ربما إلى أنه اليوم ماكرون ليس بالرئيس الناضج اليوم لقيادة فرنسا. وكما تفضلت ما تتصف به العهدة الماكرونية الذي 10 سنوات في العهدة الثانية. قبل كان الرؤساء الفرنسيين أولا من حيث النضج السياسي والمستوى السياسي وإدراك أبعاد العلاقة وحساسية العلاقة مع الجزائر عرفناها أيام شيراك، أيام ميتيرون، حتى هورون نوعا ما، أو قبله الرؤساء الذي جو بعد فترة استمر، كانوا دائما يدركون حساسية العلاقة وتاريخية العلاقة، وأنها كان في بعض الملفات حقل الملغم، فكان نوعا ما تقع توترات فعلا، تقع نوع من سوء تفاهم يقع منك، ولكن سرعان ما يتم تداركه نظرا للحكمة السياسية التي تمتع بها رؤساء فرنسا في السابقين أو الجهة الجزائرية. لكن في الفترة الماكرونية اللي سبقتها الساركوزية هذه الفترتين فترتين فلتت الرؤية السياسية من الحكماء الفرنسيين، ما صبحتش بوليتيك دو ساج تاع عقلاء تاع يدركون الابعاد ولا النرجسيه، معناتها سياسات نرجسيه، سياسات قدم خطوه وارجع بخطوتين، سياسات الاستفزاز، سياسات يسمحون بالتجاوزات في حق تاريخ الجزائر وفي حق الشعب الجزائري، تكرس كذلك النزعه الاستعماريه. طبعا خلفيته النزعه الاستعماريه هذه خلفيته. ثانيا ان وراء هذه الفترتين الساركوزيه والماكرونيه، هذه الفترتين وراءها لوبيات اصبحت لوبيات متحكمه، اللوبيات الماليه، اللوبيات الصهيو فرنسيه، الصهيو صليبيه، الصهيو الماسونيه، هذه اللوبيات اصبحت تتحكم. والدليل على ذلك شفنا الافتتاح الاولمبياد اعطانا الصوره كامله. اين هي فرنسا؟ فرنسا اللي كانت تتمتع تقاليد دينيه، تقاليد حضاريه، اصبحت فرنسا متمرده عن كل الخلق، متمرده عن كل المواثيق، وهذا ما جعل يعني انا استمعت الى كثير من الفرنسيين اصبحوا من خلال حفل الاولمبياد لا يعرفون فرنسا. ليست هذه فرنسا فيها بعض القيم اللي ما يش من عمق ومن شدة الانتقادات تم حذف حفل الافتتاح على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جميع المنصات، حذفا واحتجاجات وتقريبا اجماع على ان هذا تمرد اخلاقي وانحلال. نقول باللي الان
هذه الفترة هي فترة استفزاز، خاصة أن فرنسا في عهد ماكرون فقدت كما نقولوا احنا بوصلتها، كما نقولوا المعالم، لي روبير، المعالم في السياسة الخارجية. أصبحت فرنسا غير فرنسا في السياسة الخارجية، ضيعت كثير من المواقع. إفريقيا أصبحت طردت من إفريقيا، من مناطق النفوذ. الآن فاقدة عملية العودة إلى إفريقيا. نظن في العلاقات الدولية أصبحت تابعة للسياسات الأمريكية والموقف الأمريكي، تابعة كليا. تحاول مثلا حتى مع حرب أوكرانيا، روسيا أصبحت فاقدة القدرة على التأثير في هذه الحرب. ورأينا الموقف الروسي من الفرنسي في موضوع من ماكرون عندما تدخل هذه فكرة يبعث جيوش، يبعث كيف استهزئت به. أصبحت فرنسا لا تؤثر في القرار الأوروبي، والدليل على ذلك أن موضوع الصحراء الغربية الموقف الأوروبي أكد على أن الموقف ملتزم بالشرعية الدولية، بمعنى أن فرنسا لا تعبر عن الموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي ما زال مع الموقف الأممي. إذن هي استثناء، أو هي موقف شاذ، أو موقف خرج عن السياسة الأوروبية. وهنا يعني دعني أسألك سيد عبد الرحمن، إذا كان هذا موقف فرنسا اليوم ليست له ربما مبررات منطقية كما اعتبرت الجزائر، ولم تكن كافية ولا حتى موضوعية، ما يفتح الباب فعلا للحديث والبحث عن أسباب الحقيقية لذلك؟ هل هي مصالح سياسية محضة، أم تتعلق ربما بملفات ومصير مشترك؟ وهنا يعني نود الإشارة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الذي يطالب اليوم بالاستقلال. هل فرنسا اليوم متخوفة من هذه الخطوة؟ قبل الإجابة على ذلك سيد عبد الرحمن سيدي، دعنا نتوقف الآن مع أذان صلاة العشاء بالتوقيت المحلي للجزائر العاصمة ومجاورها. ربما لم يحن وقت الأذان، تفضل بالإجابة سيد عبد الرحمن. أشرت إلى نقطة جيدة، كانت غايبة في الحديث. أنا سمعت كثير من الحديث، ولكن هذه النقطة ما كانتش، لم تثار، وقد أثرتها وبارك الله فيك. هي موضوع كاليدونيا والنزعة الاستقلالية والمطالبة بالاستقلال والانفصال عن فرنسا، والقمع المتظاهرين في الكاليدونيين، كيف تم قمعهم وكيف تم مسب الحريات والحقوق، وكان منعهم حتى من التعبير. إذن فرنسا تخاف من النزاعات الاستقلالية أصلا. فرنسا تخاف من النزعة الاستقلالية، وتخاف أيضا من التحرر، فكرة التحرر. فرنسا وفية لتقاليدها الاستعمارية. طبعا تحاول أن تكيف طبعا مع المرحلة الحالية، هذا العصر الحالي، يكيف النزعة الاستعمارية. مثلا أنا سمعت مرة خطاب لرئيس الراحل بومدين الله يرحمه برحمة الله، قال في إشارة لما يتكلم على مصالح فرنسا في إفريقيا، قال فرنسا عندما تقول إفريقيا للإفريقيين، ظاهر الكلام عادي وطبيعي، لا إفريقيا للإفريقيين للسيد، ولكن فرنسا تقصد من إفريقيا للإفريقيين هي إفريقيا للفرنكفونية. ولذا شكلت الموجة الفرنكوفونية بعد كأن المنظمة الفرنكوفونية الإفريقية الهدف منها أن تبقي سيادة فرنسا أو تأثير فرنسا ونفوذ فرنسا. لماذا فرنسا مع هذا الموقف؟ الناس تستفسر. أولا لو سمحت باش نطيل، أولا هناك وضع داخلي في فرنسا، وفرنسا تريد أن تتجاوز هذا الوضع الداخلي ناتج عن انتخابات تشريعية. شاهدنا في الدور الأول صعود اليمين المتطرف، وشاهدنا في الوقت نفسه أن في الدور الثاني أن هناك عملية إنقاذ الانتخابات وصعد اليسار واليسار المتطرف، الكتلة هذه. إذن اليسار هو من أنصار حرية الشعوب، من أنصار الاستقلال. وقد ذكرت أنت من قبل في الحديث، ذكر المراسل من فرنسا، مراسل القناة، ذكر بيانات تاع الأحزاب الخضر وحزب الشيوعي والمجموعة والجمعية العامة، بمعنى أن هذه الكتلة. فهذا النوع ما تلغيم. سيد عبد الرحمن سيدي، اسمح لي نتوقف الآن مع من الرباط معنا محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية. أستاذ أهلا بك. الموقف الفرنسي الأخير لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية، بل يعكس تحولا استراتيجيا في سياسة باريس، ونعلم أن فرنسا هي إحدى الدول القيادية داخل الاتحاد الأوروبي. برأيك ما هو تأثير هذا الاعتراف على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه ملف الصحراء؟ من دون شك أن الموقف الفرنسي لطالما مثل أرضية صلبة
تعتمد عليها بطبيعة الحال العديد من الدول، سواء في الفضاء الأوروبي أو في أفريقيا أو في فضاءات جيوسياسية أخرى، لتتخذ مواقفها بطبيعة الحال على إثر الموقف الفرنسي، لأن الموقف الفرنسي يعني يعتمد بطبيعة الحال على اطلاع كبير وكذلك يعني حضور تاريخي في المنطقة، ومن منطلق أن فرنسا شاهد يعني على التفاصيل والأحداث التي جرت في المنطقة. ولذلك فأعتقد بأنه اليوم العلاقات المغربية الفرنسية بطبيعة الحال تستوفي أبرز شرط لها للتقدم في المستقبل، ومن دون شك أن الموقف الفرنسي سيكون له صدى في الاستحقاقات القادمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وطبعا لهذا نتابع حجم ردود الأفعال، لو لم يكن قرارا يعني لافتا وتحولا نوعيا فبالتأكيد لم نكن لنشاهد بطبيعة الحال حجم ردود الأفعال. لهذا أعتبر بأن اليوم يعني العديد من الدول الأوروبية ترى بعيون فرنسا فيما يتعلق بشمال إفريقيا، قضايا شمال إفريقيا وكذلك يعني المنطقة المغربية. لهذا أعتبر بأن اليوم فرنسا ساهمت بشكل مسؤول وصريح في مستقبل المنطقة، وحددت بوضوح على أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وهذا فيه حسم واضح وصريح. أعود بك أستاذ بودن إلى وسط فرنسا. نعلم أن العديد من القادة السياسيين الفرنسيين ومن مختلف التيارات عبروا عن إشادتهم بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. هل تعتقد بأن هذه الإشادة من قبل فرنسا تعكس تغييرا في السياسة الخارجية لهذه الدولة الأوروبية تجاه المنطقة؟ لا أتصور بأن هناك طبعا تغيير جذري، ولكن أعتقد بأنه بلوغ لمستويات أرقى في الموقف الفرنسي بشأن سيادة المغرب على صحرائه. صحيح الموقف كان تقليديا، وأظهر فرنسا في موقع يعني ليس رائدا في المرحلة الأخيرة. صحيح منذ 17 سنة عبرت فرنسا على دعمها لوجاهة ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي، لكن في 30 من يوليوز 2024 فرنسا يمكن القول بأنها استعادت موقعها ويعني استعادت دورها، وبالتالي يمكن القول بأن هذا هو سبب يعني إشادة النخب السياسية الفرنسية، لأن الموقف بطبيعة الحال له أثر كبير على مستوى القرار الدولي، خاصة وأن فرنسا تشغل يعني موقع يعني عضو دائم في مجلس الأمن، ثم مكانها ما في المنظومة الأوروبية، فضلا عن كون أن النخبة الفرنسية لطالما سواء يعني من اليمين أو من اليسار أو من الوسط لطالما اعتبرت المملكة المغربية أبرز شريك في شمال إفريقيا بالنسبة لفرنسا، وهو نقطة الارتكاز الأساسية يعني أن تقوم فرنسا بجهود في حل العديد من القضايا والمساهمة بشكل فاعل في العديد من الترتيبات بالمنطقة. لهذا أعتبر بأن اليوم ليس هناك تغيير بقدر ما هناك يعني تقدم كبير وتعميق للموقف الفرنسي وتوضيحه انطلاقا من مسؤولية فرنسا. نعم، من الرباط محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية كنت معنا من الرباط، شكرا لك على هذه المشاركة.